وانت داخل اي علاقه تبقى فاكر ان الحب كفايه، وان طول ما في مشاعر الدنيا هتمشي، وان اي مشكله هتتحل عشان ببساطه انتوا الاثنين بتحبوا بعض. لكن بعد شويه تبدا الحاجات الغريبه تظهر. هو بيقرب جدا وبعدين مره واحده يبعد، هي تبقى كويسه ومره واحده مودها يتغير، هو يسكت فهي تتكلم فيحس انها بتهاجمه وهو بيعمل اللي عليه، وهي برضه بتحس ان هو مقصر، هي تدي حب وهو بيحس ان هو مخنوق. ومع الوقت انت ما بتبقاش متضايق بس من المشاكل اللي ما بينكم، انت بتبقى شاكك في العلاقه ذات نفسها. بتبدا تحس تدريجيا ان الحب لوحده مش كفايه، وان اللي قدامك يا اما معقد يا اما متناقض يا اما مستحيل يتفهم. ولكن الكاتب جاي يقولك في الجزئيه دي انتوا 100 100 وزي الفل وما فيكمش حاجه، انتوا ممكن بس محتاجين تفهموا طبيعه بعض اكتر، لا اكتر ولا اقل. اهلا بيك يا تيحه في حلقه جديده في قناه جوبا. في قناه بنتكلم عن كتب، روايات او اي حاجه انا بحبها، وانت يا تيحه تعمل لايك واشتراك عادي جدا. ماجي وجيف اتنين تعرفوا على بعض وبداوا يتلذذوا الدنيا ما بينهم. الناس كلها كانت بتقول لماجي ان شكل العلاقه دي ان شاء الله يعني كده هتكمل يا تيحه. وجيف كان من النوع الحاضر، مش حاضر اللي بيقول حاضر، لا موجود قريب متحمس دايما، بيبادر بيتكلم بيسال وبيهتم. فهي بجد كانت حاسه انها داخله على العلاقه الاساسيه خلاص، وطبيعي هي بدات تتعود على كل الاهتمام اللي هو بيديه، على قربه وحضوره اندفاعه، انه دايما باين. وتيجي المفاجأة ومن غير اي حاجة واضحة جيف بيتغير. يا تحتوحة، حاسس ان الموقف ده عدى معاك قبل كده يا تحتوحة؟ كان حلو زي الفل، مرة واحدة اتغير، مش اختفى، ما عملهاش جوستنج، ولكن في الحقيقة جيف بقى اهدى، قلل الكلام شوية، قلل الاندفاع، قلل القرب، بقى بيرد ابطأ شوية، بقى بيسكت اكتر ما كان بيسكت في العادي، واهم حاجه ما بقاش عنده نفس الحماس اللي كان موجود في الاول يا تيحه. وطبعا ماجي هنا زي اي بنت في الدنيا قعدت تسال نفسها انا عملت ايه، انا قلت له ايه، هو اتغير ليه، هو زهق ولا ايه، هو حس ان انا اوفر، هو الحب قل ما بينا، ولا هو في واحده تانية، ولا انا بوظت كل حاجه من غير ما احس. يا تحتوها، يعني اول ما هو بدا يبعد شويه هي ما شافتش البعد نفسه، هي شافت معنى البعد جوه البعد ده. وطبعا زي اي بنت بدات تعمل حاجات من بره شكلها حب جدا، لكنها في الحقيقه كانت بتزود المشكله. بدات تجري وراه، بتتصل كتير، بتسال كتير، بتحاول تفتح كلام اكتر، وبتحاول تفهم هو ماله، وكل ده عشان تسترجع الراجل اللي كان موجود معاها من كام اسبوع بس. والمصيبه انها كل ده مش شايفه ان هي بتضغط، هي شايفه نفسها بتحافظ على العلاقه، يعني من جواها كانت بتقول انا بحاول اصلح، انا بحاول افهم، انا بحاول ما اسيبش الحكايه تبوظ. ولكن اللي حصل ان كل ما هي تقرب هو بيبعد، وكل ما هي بتسال هو بيتقفل اكتر، وكل ما هي بتحاول تشده ناحيتها هو بيبقى محتاج مساحه اكبر لنفسه. وهنا حبيبتنا ماجي اتلخبطت يا عيني، لان المنطق بتاعها بيقول انا كل ما اقرب المفروض هو يطمن، لكن اللي كانت بتشوفه قدامها ان كل ما هي بتقرب هو بينسحب اكتر. فالكاتب يا تيحه جاي بيقول لك او يا تحتوحه المشكله مش ان جيف ما بقاش بيحبها، والمشكله برضو مش في ان ماجي كانت غلطانه في حبها او اهتمامها، المشكله ان ماجي كانت فاهمه ان انسحاب جيف عباره عن مشكله في العلاقه، مع ان كل اللي بيحصل من جيف ده جزء من طبيعته كراجل اصلا. خد الصدمه يا تحتوحه، الكاتب بيقول لك ان الراجل اوقات كتير لما بيقرب قوي ويدخل في قرب ومشاعر وارتباط بيجي عند نقطه معينه ويحتاج يبعد شويه، مش عشان يسيب ومش عشان يبرد، لكن عشان يرجع يحس بنفسه تاني، يحس بحريته باستقلاله وبمساحته، وبعد ما ياخد المسافه دي بيرجع يقرب تاني عادي جدا. فالكاتب شبه هنا الراجل بالرابر باند او الاستيك، فالراجل شبه الاستيك لما بيبعد بيرجع تاني بسرعه. فهو لما يجي يبعد وانت تحاولي تقربي منه مستنيه يرجع ازاي؟ هي افتكرت ان الحب في اللحظه دي انها تمسك فيه اكتر، لكن اللي العلاقه كانت محتاجاه في الفتره دي هي الثقه، لا اكتر ولا اقل. الثقه ان الشخص التاني بجد بيحبك وانه كده كده هيرجع. فاول ما ماجي فهمت الحته دي بطلت تطارد كل انسحاب يحصل من جيف، وبطلت تاخد كل حاجه بشكل شخصي، بطلت تفسر كل هدوء او سكوت ليه ان هو بطل يحبها او ان في مشكله في العلاقه. الراجل على حسب تشبيه الكاتب عباره عن استك بيروح ويرجع، ودي طبيعه الاستك او الحزام المطاط زي ما هو كاتب يعني. والمشكله الكبيره اللي بيتكلم فيها الكاتب مش البعد نفسه، المشكله في انت هتعمل ايه لما يبعد.
الكاتب بيقول ان الراجل مش بريء من القصه اللي فاتت 100%. الراجل الواعي الفاهم المفروض يكون فاهم تاثير اللي بيحصل على البنت، وانها ممكن تترجم ده غلط جدا. فعشان كده من الذكاء ان هو يطمنها، يقول لها مثلا انا محتاج شويه وقت وهرجع، او انا محتاج نفكر في الموضوع وبعدها نكمل. يعني يا تيحة هو مش مطلوب منه يبقى شاعر، هو مطلوب منه يبقى واعي، مش كانه شخص اختفى في مثلث برمودا. جمله بسيطه، انا موجود بس محتاج شويه وقت. بالنسبه ليك يا تحتوحه هتفرق جدا، ودي نقطه حلوه جدا في الكتاب. اوقات العلاقه مش محتاجه تتغير بشكل كامل، هي محتاجه سلوك صغير يتعدل هيمنع سوء فهم كبير. الكاتب بيقول ان الست مش قست، الست عباره عن موجه، يعني مودها مش طالع بس، مودها طالع نازل طالع نازل طالع نازل، يعني مشاعرها وتفاعلها ومودها بيتغير طول الوقت. وطبيعي الراجل هنا يستغرب، ما احنا كنا ماشيين كويس فجاه اتغيرت ليه؟ المشكله ان هو ممكن ما يكونش فيه سبب اصلا للتغير ده، هو كده هبت معاه كده انا قاعد تحت فيه. والكاتب بيفسر ده بحاجه غريبه جدا، بيقول لك ان الست ممكن تكون مبسوطه وتمام وكل حاجه، ومره واحده بتبدا تفتكر حاجات قديمه فبتبدا تكتئب وتحس بالنقص وتحتاج احتواء. والمشكله ان احنا لو ما فهمناش الكلام ده بنحس ان احنا سبب وان العلاقه بتنهار بسببنا. انا عايز افهم الحته دي، ليه بتفتكروا حاجات تضايقكم؟ ليه يا تحتوحه؟ فهميني ليه يا تحتوحه؟ الكاتب ما ردش على الجزئيه دي، بس انا مش هلومكم، عادي احنا برضو مجانين وبتجينا فترات ما عايزين نبعد دي عشان نحس باستقلاليه. انا تعبت من العلاقات. المهم يا تيحه ما تاخدش النزول في المود ده على انه حكم على العلاقه، هي بس افتكرت حاجه مزعلاها او حاسه انها زعلانه فقالت تهب منها عادي شويه. بمعنى ان اول ما بتحصل الموجه بتاعت النزله بتاعت الست، الراجل بيبدا يحس ان في حاجه غلط في العلاقه، فبيبدا يعمل ايه؟ يبدا يتوتر، يروح يتكلم معاها، يقول لها انا عملت ايه؟ طب قولي لي اساعدك ازاي؟ طب قولي لي اسوي ايه؟ طب قولي لي اعمل ايه؟ هو طبعا شايف ان المكنه عطلت ومحتاجه تتصلح حالا، ولكن اللي تحتوحه فعلا محتاجاه منك يا تيحه انك تهدى على نفسك. اهدى، خليك بس موجود، حاضر، تقبل كل اللي بيحصل، ثابت، حاضر، بتطمن ومش مرعوب، بسيطه. لان زي ما الكاتب مسميها موجه، عشان تواكبها لازم تمشي في اتجاه الموجه، تعوم معاها. الكاتب بيقول لك او بيقول لك الاحتياج للحب مختلف تماما عن بعض، اللي تيحه محتاجه من تحتوحه مختلف عن اللي تحتوحه محتاجه من تيحه. هتقول لي ما انا فاهم الحته دي يا زكي، هقول لك انت غبي، انت مش فاهمها بالطريقه الصح، لان دي بجد واحده من اعظم الحاجات في الكتاب. انت ممكن تكون فاهم ان الست محتاجه الثلاث حاجات دول، الرعايه، التفهم، الاحترام، انا متفق معاك والكتاب متفق معاك. لكن الراجل محتاج ايه؟ اهتمام، رعايه، تفهم. غلط. ولو انت يا تيحه مش عارف انت محتاج ايه، دي مصيبه اكبر. الراجل محتاج ثقه وقبول وتقدير او عرفان. يعني ايه؟ يعني الراجل لما يحس انك واثقه فيه، قبلاه ومقدره كل اللي هو بيعمله، ده بيفتحه جدا ليكي. اما الست لما بتحس انك شايف تعبها، فاهم شعورها ومحترم احتياجاتها، هتنفتح جدا ليك. يعني الست اللي بتحب الراجل ممكن تقعد تنصحه، تعدله، تطوره وتتابعه، وهي مقتنعه ان كده هي بتهتم بيه. لكن هو ما بيستقبلش ده كحب، هو ممكن يستقبل ده بنقص قبول ليه، لانها مش قابلاك كده على طبيعتك. الراجل ممكن يكون بيحب الست فيقوم عامل لها حاجه كبيره جدا ويفتكر ان هو كده عمل اللي عليه، ولكن هي ممكن تكون محتاجه منه حاجه ابسط بكتير اساسا، لحظه بسيطه ان هو يسمعها ويفهمها، لا اكتر ولا اقل. فهو بيحس انها مش مقدره اللي هو عمل، وهي بتحس ان هو مش فاهمها ولا سامعها. الراجل من الناحيه الثانيه من حته النصح، اوعي تعملي، اوعي تنصحي جوزك، واوعي برضو تفهمي ان التقدير والعرفان لازم يكون بافوار، مش لازم كل شويه شكرا على اللي انت بتعمله، شكرا على اللي انت بتسويه، شكرا. الراجل مش محتاج ده. الراجل التيحه اللي عندك في البيت ده محتاج ان انت تتعاملي على الاساس ده. الكلام مهم، قولها له كل فين وفين، ولكن الفعل والتعامل على الاساس ده اهم، لان احنا مخلوقات بتقيس بالفعل مش بالكلام. فمثلا هو راجع من الشغل تعبان وطالع عين يرجع يلاقي الاكل معمول عشان انت عارفه ان هو تعبان، مش يرجع يلاقي الاكل مش معمول وانت تقعدي تقولي له شكرا يا حبيبي على التعب اللي انت عملته وان انت تعبان، عشان ملوش لازمه. افعلي او افعلي ايا كان، اطبخي. نرجع للموضوع، انا حاسس ان في ناس كتير هيعملوا لي انفولو بعد الفيديو ده. البنات كلها هتعمل لي انفولو. باختصار شديد، حاولي تقدمي التقدير ده على انه فعل مش كلام وبس.
دي نقطة مهمة جدا يا تيحة، وهي اللي اتكلمنا عن الجزء اللي فات، ولكن عايزين نعمل العكس. فلنفترض ان الراجل راح وادى للست شوية حلول لما هي بتشتكي المشكلة، قعد يحل لها المشاكل، يسمعها بمنطقية، يهتم بالتفاصيل، بالمتابعة، بالصح بالغلط، وكرف لأهم حاجة ان هو بجد يفهمها. طبعا اللي هيحصل في الاخر ان هو حس ان هو عمل اللي عليه، وانا لو مكانه احس ان انا عملت اللي عليا، انا اديت حاجة، ولكن هي حاسة ان انا ما اديتش حاجة. والمشكلة لو كانت هي كملت كلام بعد الشكوى، بعد ما انا اديت الحل وهي كملت كلام، فانا بحس ان كل المجهود اللي انا عملته اترمى في الزبالة، وده عشان انا غبي او عشان انت غبي يا تيحة. انا مش غبي، الصح ان انت تدي للشخص التاني محتاجه عشان يبدا يحس بوجودك فعلا. فاحيانا انتوا الاثنين لما بتحصل منكم مشاكل وتبداوا حاسين ان انتوا مش فاهمين بعض، احب اقول لكم ان انتوا مش ناقصكم حب، انتوا ناقصكم ترجمة صح للحب. الكاتب في واحدة من أعظم الحتت في الكتاب بيقول لك إزاي تتفادى الجدالات اللي ملهاش لازمة، الجدالات اللي بتشغل الدفاعات عند الراجل وعند الست. خلي بالك يا تيحة، وانت برضه يا تحتوها خلي بالك. اللي حصل قصة ان راجل كان موعد مراته انهم يخرجوا مع صحباتها وجوازهم او ازواجهم بالعربي، ولكن الراجل اتأخر وهو راجع من الشغل. هي اول ما هو وصل بدل ما تقول له انا اتضايقت قوي لما اتأخرت عشان تعبر عن شعورها، بتقول له ازاي تتأخر كده، ما اتصلتش ليه، كنت عايزني افتكر ايه يعني. هي شايفه انها بتعبر عن ألمها، هو شايف انها بتحاكمه وحاطه في محكمه دلوقتي وبتحكم عليه. هنا بقى بيرفع الهاند بريك وبينزل من العربيه. هنا الدفاع لازم يشتغل بقى. ارفع لي يا ابن المحامي اللي هناك ده، كان في زحمه ما كانش ينفع اتصل بيكي، انت دايما مكبره مواضيع. وهنا طبعا مش محتاج اقول لك ردها لان الموضوع كده كده ولع. وهنا سبب الجدال اللي حصل ده مش ناتج على ان احنا مختلفين، لا احنا عبرنا عن اختلافنا باسلوب شغل دفاعات بعض، فبقت الدفاعات عنده شغاله وبقت الدفاعات عندك شغاله. فالكتاب بيقول لك في تساؤلات ما ينفعش تساليها لجوزك. ما كلمتنيش ليه؟ انت ازاي تتاخر كده؟ انت دايما كده، ما كانش ينفع تكلمني. انت بتقولي كده لمين معلش؟ ده جوزك مو، ده اللي المفروض تديله الثقه لو مش فاكره، التقدير لو مش فاكره، لان الكلام ده هو بيحس ان هو انا مش في تحقيق. وخدي بالك الكلام ده بيحسسه بالخنقه اللي منها هيبدا يولد الانسحاب اسرع. هو كده كده هينسحب فترات ويرجع، ولكن اللي انت بتعمليه هيولد الانسحاب لفترات اطول وبعدد اكبر، فتلاقيه لسه راجع من الانسحاب قفلتيه فرجع انسحب تاني، وانت اكيد مش عايزاه ينسحب كل شويه. فانت لما تقعدي تساليه اسئله بتخنق وبتحس ان هو في محاكمه، طبيعي هيبدا ينسحب يا تحتوحه. فبدل ما تقولي له انت ازاي تتاخر كده، قولي له انا قلقت واتضايقت لما انت اتاخرت وكنت محتاجك تطمني بس. ايزي. انت كده ما اجبرتهوش ولا سالتيه سؤال كانك بتتحكمي فيه، ما سالتوش انت نازل فين او كنت فين او كنت بتعمل ايه. انت قلتي له ان انت كنت قلقانه، كنت عايزه بس تطمني، حاجه بسيطه. ما تزنقوش داخل القوقعه ان هو فقد استقلاليته. استقلاليته موجوده، حياتك موجوده، انا بس كنت عايزه من استقلاليتك الحلوه دي تيجي تطمني او تيجي بدري. وعلى الناحيه الثانيه انت يا تيحه يا حبيبي، في المجادلات اللي بتحصل دي في 3 حاجات كده انا عايز اقولهم ليك وليا. يعني يا تيحه بطل تركز على توضيح موقفك من الخناق، اثبات انك ما غلطتش. مش عارف ابطلها ازاي دي يا تيحه، بس حاول انت تبطلها وبقول لي بطلتها ازاي. شرح قصده في اللي هو قاله وتصحيح التفاصيل اللي كانت مفهومه غلط. هو معتقد ان ده هيهديها لما هو يقوله، زي مثلا كنت في الزحمه، لكن هي لحظتها ما بتبقاش عايزه المحامي اللي انت رفعته، هي محتاجه ان انت تبين لها ان احساسها مفهوم. هو بيقعد يقول لها انا ما قصدتش، انت فهمتي غلط، مش ده اللي حصل. دي حاجات كلها لما انت تقولها انت بتبطل مشاعرها. نزل المحامي ده، ابدا حسسها ان انت فاهم، انا فاهمك، خلاص حصل خير، المره الجايه هطمنك، كلام من ده يا تيحه. ما تبقاش غبي بقى. في حاجه الكاتب اتكلم عنها اسمها حساب النقاط. هتقولي مفيش حساب بيني وبين مراتي يا احمد، اقول لك غلط يا تيحه، انت غبي. النقاط بتتحسب في كل حاجه، علاقتك مع مراتك، مع امك، مع اختك، مع صحابك، لازم دايما يكون في حساب نقاط. وحساب النقاط في العلاقات مختلف شويه. الراجل بيفكر لو عملت حاجه كبيره هاخد نقاط كتير، حلو حلو، لو عملت نقطه صغيره هاخد نقطه صغيره، منطقي. ولكن البنات بيعبروا كل تعبير صغير عن الحب بيساوي نقطه. يعني هديه كبيره جدا دي بنقطه، عربيه دي نقطه، كلمتها اطمنت عليها، جبت لها حاجه، جبت لها ورده، نقطه. فانت يا تيحه مثلا ممكن تكون خدت تحتوحه وطلعتوا سفريه مثلا، رحتوا ماليزيا مثلا، هي من جواها بتقول لك حلو تمام، بس انا كنت محتاجه كلمه حلوه، متابعه، سؤال، لمسه، اهتمام بسيط، مساعده يوميه تافهه، انك تبين لي انك شايفني. فانت يا تيحه بتبقى معتقد ان انت بتبقى عامل حركه ما يعملهاش غير سوبرمان، ومتوقع رصيد مفتوح ل 30 سنه قدام. تيجي تحتوحه تقول لك تمام حلو جدا ما عنديش مشكله، مهما حصل انا برضو محتاجه النقاط اليوميه الصغيره.
ده مهم عندي جدا، اهم من النقطه الكبيره او اللي انت بتتكلم عليها دي. ليه بقى الراجل بيتخض من الموضوع ده؟ لان من منطقه ازاي فنجان قهوه مثلا اعمله لك بيساوي هديه كبيره مثلا او رساله صغيره مثلا، ازاي مساعده بسيطه زي دي تبقى بتساوي الحاجه الكبيره اللي انا عملتها لك قبل كده؟ الكاتب بيقول لك ايوه يا تيحة، لان هي الموضوع بالنسبه لها مش مادي، المساله عندها ان انا شايفاك، انت شايفني، انا مهتميه بيه، انت مهتم بيا ولا لا؟ فالسؤال لو جه في وقته بيبقى بنقطتين، بس لو حركه كبيره متاخره هتخسر فيها. ودي حته مهمه جدا في العلاقات، لان يا تحتوحه برضه عشان تكوني فاهمه اللي بيحصل، احنا ما بنقيسش بالطريقه دي، احنا بنقيس بطريقه تانية. الحاجه الكبيره بالنسبه لنا بتاعت 4 5 نقط، فاحنا مش بخله، احنا بنقيسها بالطريقه دي. ولكن عليك برضه يا تيحة تفهم طريقه القياس بتاعته، ان انت مش لازم تكلف نفسك كتير على قد ما تعمل اللي هو مطلوب منك. وانت يا تحتوحه برضه لازم تفهمي طريقه حسابنا في النقط. اهم حاجه بيحتاجها الراجل التقدير. اقفل بالضبع والمفتاح. لما بيحس ان انت مقدره محترماه، مقدره اللي هو بيعمله بالفعل مش بالكلام، ده بيخليه عايز يعمل اكتر. للمعلومه ليكي بس يا تحتوحه، الراجل لما ربنا خلقه معطاء. الراجل سعادته في اسعاد اللي حواليه او الناس اللي بيحبوه، لما بيشوفوا مبسوطين هو بيبقى مبسوط من جواه، مبسوط. كلام عن الراجل عامه يعني، لو هو مش كده ده مش راجل بصراحه يعني، بقول لك هو تحتوحه. فاللي عايز اقوله لك، لما انت بتكوني مقدره وبتبيني له ان انت مبسوطه من اللي هو بيعمله لك، هو بيبقى عايز يعمل اكتر، بيبقى عايز يبسطك اكتر. ولكن لما يحس ان هو كل اللي بيعمله مش بيتقدر، مش بيهتم ليه اساسا، هيبدا يبرد، هيبدا ما يعملش حاجه، مش عايز يعمل حاجه. يعني تخيلي حد جاي يعمل لك حاجه انت ما قدرتيش او ما شفتهاش حاجه كبيره، مع ان بالنسبه له ممكن تبقى حاجه كبيره، هيبطل يعملها لك. يعني باختصار، مش معنى ان هو عمل لك حاجه ان انت لازم ترديها. هو عمل لك حاجه، هو بس عايز يشوفك مبسوطه مقدره اللي هو عمله. وسبب ان انا بقول الكلام ده، وان الكتاب بيقوله برضو، ان في تحتوحات كتير لما تيحة بيجي يديهم حاجه كهديه او ايا كانت، بيبداوا هم برضو عايزين يدوا، يجيبوا حاجه او يشتروا حاجه او يعملوا حاجه. وفي الحقيقه الراجل مش محتاج ده، هو محتاجك بس تكوني مبسوطه، تقدري اللي هو عمله، لا اكتر ولا اقل. في الاخر احب اقول ان الكتاب اتكلم في الجزئيه دي عن 5 حاجات، 5 كوارث بتحصل في كل علاقه. الست لازم تفهم ان الراجل عامل زي الاستك، هيروح وهيرجع. وانت يا تيحة لازم تفهم ان تقلب مشاعر الست دي حاجه طبيعيه ولازم تواكب الموجه. 3 لازم تفهموا انتوا الاثنين الاحتياج اللي كل واحد فيكم عايزه. هو محتاج ثقه وقبول وتقدير، وهي محتاجه رعايه وتفهم واحترام. ورابع حاجه بيقول لك خف المجادلات، فكر في طريقه تعبيرك عن اللي انت عايز تقوله قبل ما تقوله، سواء انت او انت يا تحتوح. واخيرا لازم تفهموا ان كل واحد فيكم عنده رصيد عند التاني، وان طريقه حساب الرصيد مختلف. لان يا تيحة ويا تحتوحه، انت ممكن تكون بتدي كل حاجه عندك، ويفضل اللي قدامك برضو حاسس بالجوع، مش لانك بخيل او انت بخيله، لكن لان اللي بتقدمه الوجبه ما بياكلهاش هو. اخطر حاجه في الحب والمشاعر مش ان المشاعر تقل او الحب يختفي، اخطر حاجه ان كل واحد يفضل يحب بطريقته هو، ويتوجع ان الطرف التاني ما فهمش اللغه بتاعته. ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده يا تيحة ويا تحتوحه. يا رب يا رب يا رب تكون فهمتوا حاجه من اللي انا قلته. لو فهمتوا اعملوا لايك واشتراك واستنوا الفيديو الجاي، ولو ما فهمتوش اعملوا لايك واشتراك برضه واستنوا الفيديو الجاي، يمكن تفهموا حاجه منه. وبس ده اللي كان عندي النهارده.